بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه المحاضرة الخامسة بتاعتنا. الخامسة. بس قبل ما نبدأ، زي ما احنا متعودين، آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين. اتفضل. بسم الله. خلاص بإذن الله، يعني احنا الكورس اللي هنخلصه طبعا الباوربوينت ده بتاع دكتور محمد، جزاه الله خير يعني. الباوربوينت هنخلصه بإذن الله، وفي مقابلة لكم مذكرة تانية غير دي. طب ده كله هيخلص امتى؟ هيخلص الأسبوع ده بإذن الله. طب احنا في محاضرتين بس من التابلت، خدنا كمية في دول، خلي بالكم. زائد ان وقت المحاضرة اصلا مش كبير، وقت المحاضرة صغير، يعني ربع ساعة تلت ساعة. بس محاضرة النهاردة مش يعني ان شاء الله هتكون مش طويلة، بس هتكون حلوة بإذن الله، بس فيها كمية معلومات حلوة. احنا وصلنا لهنا، فبإذن الله لآخر الأسبوع ده هنخلص في الكورس. ولو انت ما تحضر الكورس ده في يعني السنة الجاية، أو في الكورس ده كاتعمل، فحاول يعني تنظم نفسك. طبعا ليه هنخلص الأسبوع ده، أو كمان ممكن قبل الأسبوع ده كمان بيخلص، لأن هو ده كورس أصلا تأسيس. فما احنا مش هنبيت فيه، يعني مش 3 سنين عشان نشرح في كورس تأسيس. وبعد كده ندخل في كورسات تاني بإذن الله أحسن من دي يعني. واللي هي العمق بتاعك، ودي هنطول فيها شوية، ممكن ناخدها على مدار السنة كلها، أو على مدار الترم مثلا. ناخد النهاردة بإذن الله respiratory system. معلش صوتي تعبان شوية أنا. respiratory system هو الجهاز التنفسي. هناخد ايه؟ طب فيه جهاز، اكتب ورايا الكلام بالعربي، الجهاز التنفسي. هناخد ايه فيه؟ هناخد organs of the respiratory system، واللي هي أعضاء الجهاز التنفسي. فنوز معناها أنف يعني كده. ماشي، نكتب بالأحمر. فالنوز معناها أنف. أنا مش هكتب بالعربي، انت اكتب معايا بقى، أنا اكتب معايا الكلمة بالعربي. النوز معناها أنف، تمام. وفارنكس اللي هي هنا معناها قلب العوم. فارنكس هنا معناها قلب العوم، خلينا ماشي. ولارنكس اللي هي الحنجرة. وبعد كده عندنا التركية اللي هي القصبة الهوائية. بعد كده عندنا برونكاي، وبرونكاي اللي هي التفرعات الشجيرية، اللي هي فين الرسمة؟ شو الرسمة دي؟ لا، البرونكاي اللي هي التفرعات الشجيرية، يعني هنشوفها في رسمة تانية ان شاء الله. ولانجز اللي هي الرئتين. ثانية. فين احنا اهو. وافيلوي اللي هو عندنا اللي هو الحويصلات اللي داخل القصبة، الحويصلات الهوائية. ماشي. بعد كده دول هم اصلا. هنا بيقولك ان اول حاجة عندنا عندنا الشست. والشست ده اللي هو الصدر، معروف من سواء من الرسمة او من الكلمة، او حتى من تمرين الجيم يعني. ماشي. بعد كده هنا عندنا كلمة ثوركس، ودي معناها التجويف الصدري. التجويف الصدري اللي هي المنطقة دي، ثوركس التجويف الصدري. ماشي. هنا خلي بالك بيقولك نفس الكلام يعني، بس انا بص خلي بالك لو لاحظت، شايف الحويصلات باينة اكتر، او مش باينة خالص، بس يعني هي احسن من الصورة اللي فاتت شوية. ماشي، او التفرعات يعني. بعد كده عندنا برضو هنا الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. عندنا ريبس هنا معناها الضلوع، اللي هي فين هنا؟ اللي هي الحتة دي اهو، بص كده اهو، ده هتعمل لك عليه هو ريبس، اللي هو ده اللي هو كأنه بيحمي الرئة. هنا ادي الريبس، وجواه ادي الرئة. هنا الرئة من جوه، الريبس هو اللنج من جوه اللي هي الرئة، الريبس اللي هي الضلوع من بره. فاحنا كده معنى ريبس هي الضلوع. عايزك تخلي بالك، فاكر المحاضرة اللي فاتت او اللي قبلها؟ مش فاكر، لا اللي فاتت، لما كنا نتكلم مثلا عن البلاد فيزل، فكنا نقول انه ياخد المقطع فازو، مقطع انجيو، تاخد كذا مقطع وبنفس المعنى يعني.
والوريد فين بياخد المقطع فيليب والكلام ده. فريفس بتاخد المقطع كوستو. كوستو هما اتنين معناهم ضلوع، تاخد المقطع كوستو. احفظها برضو. طب ماشي. هنا نوز. اه هنا نوز بتاخد المقطع رينو. هتخليك تحس كلمة رينو دي اللي هو كلمة براند، اللي هو براند بتاع لبس او بتاع حاجة زي كده، بس مالكش دعوة بدي يعني. خليك بالك ان رينو تاخد المقطع نوز. رينو اللي هي نوز اللي هي رينو، اللي هما اتنين معناهم انف. تمام. طب تعالى نفتكر كده حاجة من المرة اللي فاتت. انا مش هكتبها خلاص، انت معروفة. لو قلت لك رينايتس، يعني رينو ده بص عملت لك كده، ادي كلمة رينو، بعدين ايه، بعدين زائد المقطع ايتس. فاكر كان اسمها ايه الكلمة؟ طب ما فيش زائد في الكلمة، زي ما هقول لك. لو الكلمة دي ضفنا عليها المقطع ايتس مثلا، ضفنا عليها المقطع ايتس، هتكون ايه؟ اللي بيذاكر هتكون التهاب، هتكون اللي هي رينايتس. ايه رينايتس اللي هو التهاب في الانف. التهاب في الانف، عشان المقطع ايتس معناه التهاب، ورينو اللي هي المقطع اللي بياخد نوز. تمام كده زي الفل كده. بس نمشي تمشي بسرعة على اللي اخدناه. احنا خلاص بعد ما عدينا على الريبس، هما دول اهم حاجتين يعني الشيء اللي تحسه جديد عليك. كوستو تحفظها، وتحفظ لي برضو اللي هي رينو اللي هي معناها نوز. بعد كده عندنا هنا في الفارنكس، عندنا هنا اللي هي صورة اللي هو الزور. صورة اللي هو الزور. ماشي. فارنكس اللي هي اللي احنا قلنا بالعوم. خلاص المفروض اللي قلناه يعني المفروض يكون اتحفظ او اتكتب في كشكول كده عشان يتحفظ. بعد كده عندنا في هنا مش هقولك على ايه، هنا مش هقولك على اللارنكس، وعمل لك بعد كده سهم. هذه هي اللارنكس، وكده عامل لك سهم، ودي اللي فيها الفوكال كورد. ثانية كده. اللارنكس اللي فيها الفوكال كورد. وهي الفوكال كورد دي اللي هو الأحبال الصوتية. ماشي. الأحبال الصوتية. بعدين يزيد عندنا ايه، احنا خلاص بيمشي كده مرور الكرام يعني، احنا ده كله احنا قلناه اصلا من شوية. عندنا بعد كده التراكية اللي هي القصبة. بعد كده عندك برونكاي تفرعات. كده عندك اللنج. خلي بالك ان كلمة لانج اللي هي رئة. مالها؟ اولا بتاخد المقطع بالمونري. ماشي. وبتاخد مقطع تاني اسمه نيمو. اللي هو بي اللي هو كده. ثانية ننزل جوه كده ونكتب هنا كام معلومة بالمرة. انا عندي اللانج، اكتب الاسود برضو يعني تاخد مقطعين، مثلا المقطع نيمو والمقطع بول مونري مثلا، والمقطع ده. فلما انا احب اقول التهاب ثانية كده نمسح دي، التهاب الرئة، فانا هاخد المقطع ده كده وهيكون اسمه نيمونيا. التهاب الرئة المرة دي نيمونيا، يعني مش هضيف المقطع ايتس، لا هتكون كده، ده اسمه التهاب الرئة، احفظه. نيمونيا، التهاب الرئة. ده الحتة دي الحتة دي مهمة. ماشي. بس بعدين دول خلاص شوية حاجات المفروض احنا الكلمات دي خدناها
بس يعني احنا ايه نوقف ونحاول كده نطلع منهم كلمات، يعني كلمات او مصطلحات مخناش زي المرة اللي فاتت. بس هم اغلب مفيش حاجات كتير ده يعني او ما اسمع عنها. اه, رانيتس. هنا يقول لك رينو نوز والكلام ده كله احنا قلناه يعني، او اغلب الكلمات دي احنا قلناها كلها. اه بالمنوري هي تمام. بس كل ده احنا يعتبر قلناه، ان البريسنج ده والتنفس والكلام ده ماشي كده. خلي بالك احنا خلصنا الجهاز التنفسي. هنتكلم كلمتين عن العضلات، ثم هناخد الدايجستيف سيستم، وبعدين لا ده طويل حبتين. اه لا احنا هنطول خلاص، انا احتمال كبير اعمل ايه، اخد العضلات النهارده في الفيديو ده، يعني مش انها كده كده كله ممكن اصور النهارده في الفيديو ده، واخد الدايجستيف سيستم في الفيديو اللي بعده، انه ما شاء الله ده لا كبير يعني شويتين. بس احنا خلصنا يعني على هنا. المهم ماشي. ماسكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي. فمعاك يا سيدي الجهاز العضلي. هنا بيقول لك ايه في الكلام المكتوب، بيقول لك three types of muscle tissue، 3 انواع من انسجة العضلات، وانت عارفها من تالتة ثانوي، من درس اول في الدعامة والحركة. فكان يقول لك ان smooth muscle tissue، واللي هي ثانية smooth muscle tissue اللي هي العضلات الملساء، العضلات الملساء. وعندك skeletal muscle tissue برضو اللي هي العضلات الهيكلية. هديها حرف اله كده، هنا ميم ملساء هيكلية. وكاردياك muscle tissue اللي هي العضلات القلبية. ايه القاف الغريبة دي العضلات القلبية. ماشي. وبعدين بيقولك ان كلمة مثلا مثل اللي هي العضلة تاخد مقطع مايو، وفي الاغلب برضو بيكون يعني العضلة دي مع اللحمة، فتاخد المقطع الجاي يا اما مايو يا اما مقطع ساركو، مايو او ساركو. كده احنا لحد الان خدنا كذا حاجة. خدنا نوز تاخد رينو، خدنا ريبس اللي هي ضلوع تاخد كوست، خدنا ايه تاني، خدنا اللنج تاخد بولمونري، وخدنا المصل تاخد مايو وساركو. ماشي. وبعدين سنة خطوة تمام. هنا نفس الكلام، بس بص على الشكل، يعني عايزك تبص على الشكل. هنا سموث ماسل اللي هي العضلات الهيكلية، آسف الملساء. سموث اللي هي العضلات الملساء شكلها كده وسكيليتال اللي هي العضلات الهيكلية، وكاردياك اللي هي العضلات القلبية. وخلي بالك احنا هنمسك الشكل ده بس مش في الكورس ده. كورس تأسيس، بديك أساسيات حاجات بسيطة. بعد الكورسات الجاية إن شاء الله وهنتكلم عنه بالتفصيل وهنتعمق فيه وهنشوف النوايا والكلام ده يعني. المهم يعني بعد كده خلاص دايس السيستم ده الجهاز الهضمي. ده هخليه فيديو لوحده، ان احنا حاليا الفيديو بتاعنا ربع ساعة مثلا، هو 13 دقيقة، فاضل دقيقتين هعيد فيهم كل اللي قلناه بسرعة. فالربع ساعة دول مش هيدخل نص مثلا، حلوين ربع، فنعيد بسرعة في الدقيقتين الفاضلين او دقيقة ونص دول عشان يوصل ل15 دقيقة كل اللي قلناه. اطلع. احنا بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي، وقلنا organs of the respiratory system اللي هو أعضاء الجهاز التنفسي. قلنا النوز، قلنا الفاركس، قلنا اللارنكس، قلنا التركية، البرونكاي، اللانجز اللي هي الافيلاي. تمام. وقلنا الترجمة بتاعتهم. بعد كده احنا ماشيين قلنا الشيست اللي هو عضلة الصدر، ثم قلنا الثوركس اللي هو التجويف الصدري. قلنا الريبس اللي هي الضلوع، وادي شكلها هنا وعلمنا عليها، ودي بتحمي اللنج وبتاخد المقطع كوستو. وبعد كده عدينا على النوز، وقلنا النوز بتاخد المقطع رينو، وساعتها قلنا قلنا رينايتس اللي هو التهاب الانف. بعد كده عدينا على البلعوم الفارنكس، وكده قلنا ان ثورات اللي هو الزور، ومشاور لك هنا على الزور حتى في الرسمة. وهنا قلنا اللي هو ايه ده اللي هو اللارنكس. اطلع اللي هو اللارنكس اللي هو مش هقول لك هنا الاحبال الصوتية.
الأحبال الصوتية اللي هي اسمها فوكال كورد. ماشي. وبعدين هنا على التراكية، وبعدين على البرونكايتس، وبعدين على اللنج. وقلنا اللنج بتاخد المقطع بالمونري، وعملنا هنا كام ملحوظة حلوين. قلنا اللنج يا اما نيمو او بالمونري، ولما في الالتهاب اسمها نيمونيا، التهاب الرئة او التهاب رئوي. ودول اغلب الكلام قلنا. ما كده دخلنا على الجهاز. هنا المصل يا اما سموث يا اما سكيليتال يا اما كاردياك. سموث ملساس سكيليتال الهيكلية، وكاردياك قلبية. خلصنا الفيديو 15 دقيقة وكام ثانية بالظبط، الحمد لله. استنونا ان شاء الله في فيديو الجهاز الهضمي. هخلي فيه الجهاز الهضمي لوحده عشان تكون فاهم ايه اللي هيتاخد. يعني اقول لك هناخد الجهاز الهضمي باذن الله لوحده، وبعد كده يعني وممكن ناخد معاه حبة حلوين من حاجات تانية. وبعد كده الجهاز البولي لوحده وكده. يعني هي مذاكرة بالظبط حاجة و70 صفحة، 73 صفحة. احنا اخدنا منها تقريبا اللي هو حوالي كام صفحة ثانية. ماشي، لو عايز عدد الصفحات المكتوبة نفسها احنا باخد بالظبط. احنا تقريبا اخدنا مثلا 20 صفحة. معلش فاضل مثلا كان 50 صفحة يتاخدوا على 3 فيديوهات او 4 فيديوهات بس. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وتكونوا ذكرتوا اللي فات يا ريت. يلا سلام.